شهر رمضان فرصة عظيمة للاهتمام بالقرآن. الزهري رحمه الله كان يقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الصحابة يوالون الختمات، وكان قتادة يختم في 7، وبارك الله في أوقاتهم. من الاستعداد لرمضان تعلم ما ينبغي فعله في رمضان من واجبات ومستحبات: القراءة، التثقف، حضور دروس في الموضوع، في أحكام الصيام، وطلب العلم فريضة على كل مسلم وكذلك على كل مسلمة. تعلم ما يلزم من أحكام الصيام، شروط الصيام، الآداب، المفطرات، ما يباح، ما يحرم، ما يستحب قبل دخول الشهر. وكذلك من الاستعداد لرمضان التضرع إلى الله بالدعاء، وأن يبلغناه ونحن بعافية، عازمين على الخير، قادرين عليه. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كان السلف يدعون الله أن يبلغهم رمضان، وكان بعضهم يقول: اللهم سلمني لي رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. وإذا بلغت رمضان وأنت بقوة ونشاط وعافية صحة وقدرة على الصيام، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قدرة لنا إلا بإعانة مولانا. وكذلك الصيام في شعبان تدريبا على صيام رمضان، وتهيئة الأطفال للصيام، وغدا سنصوم، سيأتي رمضان، وتحميس الأولاد لهذه اللحظة المرتقبة.